أسبوع مع حلقة جديدة مع سياسي جديد في برنامج لقاء مع سياسي. عطية مسعود السياسي المخضرم من عضو مجلس محلي في المحافظة نشيط إلى عضوية مجلس الشعب، استطاع في مدة بسيطة أن يلفت الأنظار إلى وادي النطرون وإلى مشكلاته وهمومه، وقام بحل العديد منها، وينتظر أهل الوادي الكثير من ابن بلده. حاج عطية، مرحبا بحضرتك. اهلا بيك. حاج عطية، أولا كده إيه رأيك في تشكيل الجمعية التأسيسية؟ هو اولا بنرحب بيكم في وادي النطرون، ولكن برضو على فكره انا ما كنتش عضو مجلس محلي، انا دخلت مجلس الشعب على طول. الجمعيه التاسيسيه طبعا لا، انا في رايي الشخصي انا مش موافق على تشكيل الجمعيه التاسيسيه. الجمعيه التاسيسيه لها اتجاه معين، وهذا الاتجاه لا يمكن هيمشي مع طبيعه الشعب المصري ايا كان تشكيله. ولكن كان ممكن الجمعيه التاسيسيه يكون لها يعني عدد اكبر والمساحه اوسع وكل الاحزاب تمثل، وما فيش اقصاء لناس. الجمعيه التاسيسيه فيها اقصاء لناس كتير. ليه الجمعيه التاسيسيه تمثل البلد كلها؟ ده دستور مصر، مش دستور حزب ولا دستور جماعه ولا لا لا لا. انا شخصيا رايي في الجمعيه انا مش موافق على كده. يعني حضرتك شايف ان نتاجها مش مطلوب؟ لا، واتوقع حلها. اتوقع حلها. طب حضرتك شايف ان الدوله بتتم اخوانتها حاليا؟ ده اللي مش شايف كده يبقى لابس نظاره سود. اللي مش شايف ان الدوله في سبيلها للاخوانه يبقى لابس نظاره سود. يلحق واحد شوف الطبيعه. طيب رأي حضرتك في إقالة النائب العام وتراجع الرئيس في هذا القرار؟ هذا يعني أولا الرئيس هو بالنسبة لإقالة النائب العام ده كلام مش صح. وده الرئيس للأسف الشديد المستشارين الرئيس لم يكونوا صادقين في الكلام معاه، ولو عدم صدق في أمانة العرض على الرئيس ما كانتش مظبوطة، لذلك اتخذ هذا القرار وتم الرجوع فيه، وهذا كلام مش صح يعني. حاج عطية، طبعا كلنا عارفين ان الوادي مستقبل مصر في الفترة القادمة، فشايف ايه اللي المفروض يتعمل عشان فعلا الوادي يظهر فعلا يبقى ليه مستقبل بارز؟ أنا كنت دايما بنقول ان الوادي هو قاطرة التنمية في محافظة البحيرة بصفة خاصة، وسلة الغلال المصري في السابق كانت في وادي النطرون. اللي انا عايز نقوله اكتر من كده ان احنا عندنا منطقه صناعيه وبدات تشتغل فعلا. يعني الاقبال عليها بدا يعني متواجد، لكن عايزين تنميه اكتر. عايزين محافظ البحيره يعرف ان في حاجه اسمها وادي النطرون. محافظ البحيره ما يعرفش ان في حاجه اسمها وادي النطرون، ما بينزلش وادي النطرون محافظ البحيره غير ان كان في مشكله. يعني ما فيش يوم جاي زياره لوادي النطرون، وان كان بيجي زياره لوادي النطرون بيجي كده عبر السبيل. يعني النهارده في مشاكل في وادي النطرون. صحيح ان النهارده اللي بينزل وادي النطرون لا طرق، لا انا مش من انصار ان الطريق يتعمل النهارده. الطريق احنا لسه عندنا شبكه ميه الشرب، عندنا شبكه الصرف الصحي، لما ينتهوا طريق ومصر. لكن احنا عندنا النهارده مساحات شاسعه من الاراضي يتم استثمارها، وفي استثمار موجود والمشروعات موجوده. لكن النهارده يوم ما بيجي المحافظ بيقابل باشخاص معين ويستقصي ناس هذا الاقصاء مش لا يمكن هيعود على المحافظه بشكل عام بصفه خاصه، ووادي النطرون غازي بالمحافظه بصفه عامه ووادي النطرون بصفه خاصه. في جذور وفي ناس موجوده في وادي النطرون. هذا الكلام يعني انا شايف ان المفروض المحافظ ينظر نظره لوادي النطرون نظره خاصه، ويجي يقابل الناس. ما يبقاش معروف ان المحافظ يجي يقابل شخصيات معينه. لا لا لا، كلام مرفوض. انا مش يعني مش من انصار هذا الكلام. طب ايه الخدمات اللي حضرتك قدمتها لبلدك واللي لسه ناوي تقدمها لها؟ الخدمات اولا احنا مهما قدمت لوادي النطرون يبقى ما قدمتهاش حاجه، لان وادي النطرون هي صعبه الفضل عليها في كل حاجه. نمره واحد. نمره اثنين، احنا مشروع الصرف الصحي ده انا اللي كنت السبب فيه. مشروع مياه الشرب انا كنت السبب فيه. في مستشفى اصلا موجوده عندنا هنا تم وضع حجر اساس وتم صرف عليها 4 مليون جنيه. فين السيد المحافظ من الكلام ده؟ ما يجي ان عندنا مستشفى قديمه موجوده هنا، مستشفى قديمه. المستشفى ديت ما كان زمان بيقولوا تدوير الاصول. طب ما ندور الاصول. المستشفى القديمه تتباع بالمتر، وفي هذا المبلغ يجي المستشفى اللي تم ايقاف العمل فيها وتتعمل مستشفى.
ما يبقاش ان ايه ان المستشفى موجوده خرابه. طب ما يعلنها ويدور الاصول. احنا ما بنقولش ياخدها من لا، ياخدها من وزاره الصحه لوزاره الصحه. يجي يعملها النهارده خدمات فريق صحراوي. احنا ما زلنا برضه الحالات في المستشفى وادي الناظرين الامكانيات الموجوده في اجهزه مش موجوده. ما يجي السيد المحافظ يشوف الكلام ده، يجي السيد وزير الصحه. السيد وزير الصحه مش غريب على المستشفى. وزير الصحه ما كان قبل كده مدير مجالس المتخصصه، وكانت المستشفى دي تبع عالم وعارف ظروفها عالم شديد. الحاج عطيه من وجهه نظرك كبرلماني وسياسي، بلدنا في الفتره الجايه عايزه ايه؟ محتاجه ايه؟ عايزه مصر، عايزه الناس كلها تبقى تتكلم في باسم مصر. ما ندخلش انا بنتكلم بحزب ونتكلم بجماعه ونتكلم لا، انا عايزين نتكلم باسم مصر. وحطينا كل الناس اللي في مصر هتبقى في مصر، كل واحد يشتغل لحسابه في مصر. تطلب ايه من النخبه والمثقفين بتوع مصر انهم يعملوا ايه لبلدهم؟ انهم يتحدوا ويقفوا كلهم صف واحد. لو مثقفين مصر ونخبه مصر وسياسيين مصر ورجالات مصر وحطوا ايديهم كلهم في ايديهم مصر هيبقى في مصر. حاج عطيه تقول ايه للنخبه والمثقفين في مصر عشان يعملوا ايه عشان البلد تقوم تاني على رجلها؟ انا نقول للنخبه والمثقفين ورجالات مصر لازم نحط ايدينا كلنا في ايدين مصر حتى تكون هناك مصر. النهارده لو كل واحد ماشي في اتجاه انه ينقذ حزبه او ينشط حزبه او لا، هذا الكلام كله ضد مصلحه مصر. مصلحه مصر ان نكون كلنا بندور على مصر. لكن النهارده كل واحد فينا بيدور على المصلحه ايا كانت المصلحه. المصلحه في لجنه، المصلحه في مجلس، المصلحه في مكان. لا، هذا الكلام كلام مرفوض. انا شخصيا ارفضه. واحنا النهارده الاقصاء لاي فصيل من الفصائل مرفوض. احنا النهارده ما بنقولش ان كل اللي لا ينقص فلان وينقص فلان. لا 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 لا، هذا الكلام مرفوض. انت النهارده عشان تتعاون يا نخبه يا مثقفين يا علماء يا رجالات مصر، حطوا ايديكم في ايديهم بعض ودوروا على مصر. والا هنكون في يوم من الايام، اخشى ان نكون في يوم من الايام زي ليبيا زي العراق. ده كلام يعني كلام انا شخصيا ارفض هذا الكلام. والاضرابات والاعتصامات، حضرتك بتقول ايه للشباب اللي بيقوموا يعملوا اعتصامات واضرابات بدون داعي، مطالب فئويه؟ ما هو النهارده الاعتصامات والاضرابات هذا الكلام للاسف الشديد بيلاقي استجابه له. لو في الاول من اول ما لقاش استجابه خلاص. احنا النهارده انا ضد ان مصنع يوقف يعمل اضراب، لا ضد. لا انا ناخد عدد معين من الشباب او من العاملين لا، ونقابل رئيس مجلس اداره ونقابل الوزير ونقابل المسؤول، عندنا مشاكل كذا وكذا. لكن احنا النهارده طب ما انت بتعمل اضراب هتقبض من ايه؟ هتزود دخلك من ايه؟ ما هو مش كده ولا ايه؟ لكن احنا للاسف الشديد اللي بيعمل اضراب بيقابلوه وبيدوا مصلحه. لا، احنا النهارده نشوف المشاكل نحلها نحلها، لكن ان احنا ندور اللي يعمل اضراب يحل له مشكلته وهاته وابنه وطبطب عليه. لا، الاضراب حق مشروع والاعتصام حق مشروع، ولكن المشكله احنا ما نعملش اضراب في مصر. احنا مجموعه معينه نقابل رئيس مجلس الاداره، نقابل المسؤول، نقابل الوزير، نقابل ونحل مشكلتنا. ناوي تدخل الدوره الجايه؟ ولما نشوف الدوره الجايه فين نشوف ايه لو انا هسالك نفس السؤال. انت تعرف ان الانتخابات الجايه نظامها ايه؟ لا طبعا. طب خلاص انا لما هرد عليك السؤال بسؤال. طيب لو فرضوا حضرتك اتقدمت ونجحت، ايه اول قرار هتتخذه؟ او اول قرار هتعرضه على مجلس الشعب؟ والله هو الكلام ده كلام سابق لاوانه، لان كل حدث حديث. ما هو ربما يقول لحضرتك على كلام دلوقتي يحصل حاجه في الوقت اللاحق للموضوع، يبقى زي ما بيقولوا لكل حدث حديث. ممكن توجه رساله لشباب مصر في المرحله دي؟ والله هو شباب مصر انتوا امل مصر، يا شباب مصر انتوا امل مصر. انتوا لولا شباب مصر ما كانش في ثوره، لولا شباب مصر ما كناش في الظروف اللي احنا عايشين فيها، لولا شباب مصر كانت النهارده لسه بنعاني في ما كنا بنعاني فيه. لكن انا عايز نقول لشباب مصر انتوا اصحاب الثوره، اين انتم من الثوره يا شباب؟ انا النهارده شباب مصر اي موقع، انا عايز نشوف شباب مصر اللي كانوا في الثوره في ميدان التحرير وفي ميادين مصر كلها، فين هم من القيادات، فين هم من المواقع، فين هم من الاتجاهات. تقدر تقول لي فين هم شباب مصر؟ موجودين في تشكيل وزاري، في انتخابات، ما فيش شباب مصر، مش كده ولا ايه؟ لا انا عايز نقول النهارده شباب مصر المفروض اللي قاموا بالثوره نشوفهم. هي يعني شباب مصر النهارده اللي عمل ثورته واللي نهض واللي عمل كل الكلام ده النهارده ما تلاقيهم بيدوروا على فرص عمل، مش كده ولا؟ صح. فاحنا عايزين نشوفهم النهارده هم موجودين، نشوف منهم وزير واثنين وثلاثه.
كده ولا ايه؟ بنشوف منهم محافظين، ده احنا ما شفناش منهم رؤساء مدن، مش كده ولا؟ لا وبعدين انت تساليني تقولي هي الدوله في سبيلها الاخوانه؟ طبعا الدوله في سبيلها الاخوانه، مش كده ولا؟ لا مظبوط. اشكرك حاج عطيه واتمنى مستقبل افضل لمصر. ربنا يستاهل يا سيدي، واهلا بيك وشرفتوا. اهلا بيك.